فعلا مش المفروض تسيب بيتك. مشكلة الولاد محتاجة لترابط وتفاهم بينك وبين الست بتاعتك. على كل حال سوء التفاهم اللي حصل بيني وبينها خلى وجودنا مع بعض بقى مستحيل. الولاد طبعا محتاجينها اكتر مني، وانا ما اقدرش اخليها تاخد الولاد وتروح تقعد في بيت اهلها. تسمح لنا نتدخل انا وسامي؟ ايه رأيك يا سامي؟ مدام فلورا انا بشكرك على شعورك ده، لكن في الحقيقه انا ما بحبش حد يتدخل بيني وبين مراتي. وبعدين هي اتصرفت من دماغها وبالطريقه دي تبقى جنت على نفسها. اما بقى بخصوص ولادي فانا هقدر اشوفهم وفي اي وقت. يا ست بامبا، يا ست بامبا، انا شفان الدماغ ما يجيش من وراه غير خراب البيوت. انتي بتقولي ايه يا نعناع؟ ده زي ما يكون دبحني بسكينه تلمع، باعني بالرخيص قوي انا وولادي. ربنا يتولانا. الكلام ده من ورا قلبك؟ ده انت روحك في سي محسن. كنت لما كان هو راجل محترم ما يعملش العيبه. انا بشوفه قدام عينيا دلوقتي زي ما يكون اراجوز قرد بسديري. انت بس عشان صعبان عليكي منه. انا مستحيل اعيش معاه تحت سقف واحد بعد ما شفتها بعينيا دول وهي راكبه معاه العربيه. الدكتوره سوسن برضو؟ كنت خايفه من عفريت واحد طلع لي عفريت تاني. يعني مش الدكتوره بقى؟ لا، واحده غيرها عايقه وشايفه نفسها قوي. هتكون مين بس؟ ما انا لو اعرف هي مين. يا حبيبتي يا حبيبتي استهدي بالله. مين بس في جمالك وفي حلاوتك؟ وبعدين انت مراته وام عياله، مصيره ليكي ولبيته. ما انا لا يمكن اعيش معاها في بيت واحد غير لما اعرف هي مين وكانت راكبه معاها العربيه ليه. ده انا بنت بلد وكرامتي فوق كل حاجه. حبايبي يا ولادي. اهلا وسهلا بالست الدكتوره. نورتي يا دكتوره. اهلا بيك. الاستاذ محسن مستنيكي فوق. متشكره قوي. العفو. بليز كام وذ مي. اهلا دكتوره سوسن. الزعتر اتصل بيا في اللوكاندا وقال انك انت عايزين اكون موجود مع الولاد ضروري. خير في حاجه؟ انا معايا 2 بروفيسورز من الكليه الملكيه في انجلترا جايين يشوفوا الولاد. بروفيسور دكتور كيت مور. الو. بروفيسور دكتور برنارد ريتشارد. الو. مستر محسن شرقامي the father of Siamese twins case. اتفضلوا اتفضلوا بليز. Mrs. Shalqami, the mother of the twins. Please come to see the case. Please come. لا قول لي يا عياش. ايوه. هي ست سوسن والدكاتره اللي معاها اتاخروا قوي كده ليه عند جسمتي ونصيبي؟ استر يا رب. والله يا امني اللهم اجعله خير، يمكن كل تاخيره وفيها خير. اللهم اجعله خير يا رب. يا رب. شوف بقى، يقولوا عمليه مفيش عمليه، انت فاهم؟ استني بس يا بامبي لما نشوف هيقولوا ايه. حاضر اديني سكت. It's okay. بشرى حلو. خير يا دكتور. كل الآراء اتفقت على إجراء جراحة الفصل بين اسمتي ونصيبي. نعم، ده لا يمكن يحصل ابدا، مستحيل. حضرتك بتقولي إيه؟ مستحيل افرط في ضنايا، مستحيل العمليه دي تتعمل. ده انا ما صدقت اخلفهم، ما صدقت ان ربنا اكرمني وبقيت ام. استني بس يا بامبي. استنى ده ايه؟ اذا كان ولادك مش هامينك، انا بقى ولادي يهموني. بس كده حرام نظلم الولدين في حين إنه في أمل في حياة أفضل. بقول لك ايه يا دكتوره، انا عايزه ولادي كده، واللي يريده ربنا يكون. أستاذ محسن، حضرتك لازم توافق وتمضي. الحقيقه انا مش عارف اقول لك ايه. القرار صعب يا دكتوره. انت لسه هتقولي صعب وسهل؟ انتوا عايزين تجننوني؟ ما كنا قفلنا الموضوع ده خلاص. صدقوني مفيش حل إلا الجراحة، وإحنا ناقشنا الموضوع ده قبل كده.
وللأسف مفيش إلا واحد بس هو اللي معترض، الدكتور شهاب. اهو الدكتور شهاب ده الوحيد اللي عنده ضمير فيكم. الله يسامحك. احنا اسفين يا دكتورة، بس برضو لازم تقدري مشاعرها. شوفوا بقى، باختصار أغلبية الآراء اتفقت على إن جراحة الفصل خصوصا في حالات الالتصاق المتوسط ضرورية جدا. أرجوك يا أستاذ محسن فكر بعقل وخد قرار عقلاني. زي ما بقول لك كده يا دكتورة، القرار مش سهل زي ما انت فاكرة. لازم الحسم يا أستاذ محسن. انت رأيك ايه؟ رأيي إن أنتم محكمين عواطفكم في حين إن الجراحة بالغة الضرورة. على جثتي موتوني قبل ما تحطوا مشرط في جسم ولادي. يا هانم دي فرصة وفريق الجراحين موجودين. فرصة لإيه؟ فرصة تشرحوا في ولادي وتتعلموا فيهم؟ حرام عليكم، ارحموني بقى يا ناس. أنا مقدرة لفتك على ولادك، بس يا هانم جايز العملية تنجح. وجايز ولادي يضيعوا في ايديكم. بصراحة كده يا دكتورة، نسبة نجاح العملية دي قد ايه؟ ربنا وحده اللي يضمن الحياة من الموت يا أستاذ محسن. ونعم بالله يا دكتورة. طب ممكن ندرس الاحتمالات تاني؟ بصراحة كده أنا عقلي هينفجر من كتر التفكير. الله يكون في عونكم طبعا. شوف يا أستاذ محسن، أسوأ الاحتمالات إنه واحد فيهم. ما تقوليهاش. خلاص يا بامبي خلاص. طب والاحتمال التاني؟ الاحتمال التاني إن الاتنين يعيشوا. وده نسبته قد ايه؟ ما خبيش عليك يا أستاذ محسن، نسبته قليلة قوي. يا ترى مين فيهم اللي هيعيش؟ اسمتي ولا نصيبي؟ متهيألي خلاص الموضوع انتهى. انتهى يا دكتورة، مفهوم؟ أستاذ محسن، مدام بامبي، لو حكمتوا عواطفكم دلوقتي أنا بحذر من الندم بعدين. وعموما احنا في انتظار ردكم. عن إذنكم. ايه؟ لا مش هيعملوا العملية، مش هيعملوا عملية. الو. تاني يا نريمان، تاني يا نريمان، انا ظروفي صعبه ومش رايقلك. انت عارف لو ما قابلتنيش انا هكشف السر للكل واقول اني كنت معاك. تهديد؟ والله اعتبره بقى زي ما تعتبره. يعني ما انتش عارف انا بعمل كده ليه يا محسن؟ عشان بحبك ومش قادرة اعيش من غيرك. محسن ممكن اشوفك؟ خلاص يا نريمان، امري لله. بكره الساعه 1 بعد الظهر. لا 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 في الكازينو ولا في الكافيتيريا بتاعت اللوكاندا. كفايه اللي حصل المره اللي فاتت، باين حد يشوفنا تاني. خلاص يا نريمان، ابقي اطلعي في الجناح بتاعي، انا هستقبلك. ماشي، مع السلامه. وفيها ايه يعني لما اشوف نفسي شويه؟ مش بدل عيشه النكد اللي انا عايشها مع بامبي.
متشكر يا اي خدمه ثانيه يا فندم؟ لا بس يا ريت وانت خارج يبقى سيب الباب مفتوح. حاضر. محسن يا حبيبي، انا شايفاك تعبان قوي اليومين دول، وانا لازم اكون جنبك في الظروف دي. يا نريمان، يا نريمان، انت من طبقه اتربت على انها تاخد وبس، تمتلك وبس. انت لسه من جواكي طفله انانيه، ما انتش قد المسؤوليات ومشاكل الحياه. كنت يا محسن، لكن دلوقتي كبرت على ايديك. والمطلوب اكون جنبك وهكون خدامتك وملك ايديك يا محسن، ومشاكلك هي مشاكلي يا حبيبي. ده صح برضه يا مستر محسن؟ دادي اخلصي، شطب، جبتي العار للعيلة كلها. تقابليه في اوتيل من غير ما يكون في بينكم ارتباط. يا للهول يا للهول. برافو برافو يا يوسف بيه وهبي. لا يوسف بيه كان بيمثل احسن مني شويه، مش كده؟ ايه رايك يا محسن بيه ترجعوا لبعض؟ ايه رايك؟ يا ريت يا محسن يا حبيبي. اظن دلوقتي اتاكدتوا انكم ما تقدروش تستغنوا عن بعض، صح؟ طبعا يا دادي، انا مستحيل استغنى عن محسن. على كل حال انا كنت عايز اقول لكم على حاجه. انا كنت واخد قرار بيني وبين نفسي ان انا ارجعها قبل ما تيجوا. فيري جود. خلاص الليله احتفل بيكم. ماشي عليه حاجات. الف مبروك يا ولاد، الف مبروك. الله يبارك فيك. ايوه كده رجعت لنا تاني يا استاذ محسن. الله يخليك. فعلا يا ابي محسن بجد نورت القعده. من زمان يا محسن يا اخويا، من زمان ما شفتكش مبسوط بالشكل ده. احسدونا بقى. لا لا لا، انتوا فعلا لاقيين لبعض. محسن ونريمان قبل ما حصل. يلا يا اولاد قوموا القصوا. لا انا ارقص وانتوا تيجوا ورايا. يلا مؤمن يلا افتح 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 افتح. انا حرص. ايش معايا معايا. ايه رايك بقى يا حبيبي؟ فحموتها كده نفتحه في موضوع بيع الوكاله. انت شايفه كده؟ طبعا دي لو اتباعت هتجيب ملايين. ده غير البضاعه اللي في المخازن اللي قد ثمن الوكاله مرتين. وساعتها بقى يا حبيبي تقدر تطالب بصنعة لطافة بنصيبك في دكان العطارة الأصلي. ما اعتقدش ان اخويا محسن هيوافق. انت ما تعرفيش دكان العطاره الاصل ده غالي عليه قد ايه. لا يا حبيبي، في القعدة دي وهو مبسوط هيوافق، ما تقلقش. انا بقى عندي مشروع استثماري ناجح خالص، مزرعة خيول، هورس فارم يكسب دهب. وليه بقى ما نستثمرش في الأراضي؟ احنا محامين ويبقى لنا كلمة. مش لما يوافق على البيع الاول نبقى نقسم المصالح.